السلام عليكم. انا محمد نشأت. انا بصراحه ما كنتش ناوي اتكلم في موضوع تعديلات الدستور ده، لان كنت حابب ان كل واحد رايه يطلع من جواه، حتى اللي مش فاهم يدور علشان يعرف هيقول ايه يوم التصويت ان شاء الله. بس بصراحه يا اخوانا، انا جات لي كرشه نفس عجيبه قوي اول ما شفت ده. دخلنا اخيرا في عصر الديمقراطيه، دخلنا في مرحله ان كل واحد بقى بيقول رايه والتاني اللي بيقول راي عكس رايه وبقى بيشهر سيفه عليه وبقى بيخشوا على بعض في خناقه. انا شايف ان دي حاجه صحيه جدا. ايه ده؟ يعني انا اي حد اختلف معاه اشهر السيف في وشه كده هتبقى حاجه صحيه؟ انا رخر بقول صحتي مخستة عليه. اتاري من ساعه ما الثوره بدات وانا ما اختلفتش مع حد خالص. حاضر. انا مش مصدق ان واحد مرشح هيخش مجلس الشعب عشان عارف انه بعد كام شهر هيتشال. إيه؟ ثواني يا ابراهيم، خليك معايا. يعني ايه مش مقتنع ان واحد هيرشح نفسه في الانتخابات علشان تتعاد بعد 6 شهور؟ يا سيدي لو انت مش مقتنع ما ترشحش نفسك، لكن لما نعمل انتخابات هنشوف في ناس هترشح نفسها ولا لا. ما تخوتوناش بقى. ايوه يا ابراهيم. مبدئيا ماده جنسيه بنت خالة بنت عمه، يعني ايه ان انا واحد عشان حب واحده زمان ومش عارف انه هيترشح جمهوريه بعد 20 30 سنه نقول له لا انت مش هينفع تنتخب، ولا عشان بنته ولا عشان امه. يا جماعه احنا النهارده شفنا مثال رائع لحاجه اسمها الديمقراطيه وتقبل الاخر. امريكا اوباما اكتشفوا انه اصله مسلم واصله من جنسيه ثانيه وبرضه انتخبوه رئيس جمهوريه. احنا بنجيب واحد بيدرب منتخب مصر ممكن يكون اجنبي، اي نعم حسن شحاته عمل حاجات كتير كويسه، بس كنا لو واحد اجنبي احسن منه كان موجود كان هيفضل وهيكمل. لا بقى، ما هو لحد كده وكفايه قوي. يعني شبهت الدستور بالعماره المنكوبه وقلنا ماشي ما جراش حاجه، شبهتها بالعربيه اللي فاتحه بقها وقلنا جايز ميكانيكي ومش مهم، لكن تشبه رئيس الجمهوريه بحسن شحاته وتقول لي نجيب مدرب اجنبي؟ ايه علاقه الكوره اصلا برئاسه الجمهوريه؟ ده مثلا بعيد جدا على فكره يعني طب ما انا مثلا عندي في البيت مربيه فلبينيه وبتنظف البيت بتخليه فله شمعه منوره، ده معناه ان انا ممكن افكر في الجنسيات الفلبينيه الجميله تيجي هي تمسك رئاسه الجمهوريه؟ يا اخوانا في ناس شغاله في السلك السياسي عارفه كويس قوي ان هم ممنوعين تماما ان هم يتجوزوا من اي جنسيات تانية، فما بالك بقى برئيس الجمهوريه؟ وبعدين كمان انا اعرف ان في رتب في الجيش لحد دلوقتي اللي هي الرتب الكبيره دي ممنوع منعا باتا ان هم يكونوا متجوزين من اجانب، فما بالك بقى برئيس الجمهوريه؟ وبعدين يا سيدي لو انت يعني متضايق قوي علشان في واحد ولا اتنين من حقهم ان هم يرشحوا نفسيهم ومتجوزين من اجانب، معلش دول قله يعني، انما الاغلبيه مصريين ولازم نحافظ على مصريتنا كويس قوي ويكونوا متجوزين من مصريين وعايشين جوه مصر، دول اقدر ناس ممكن يكونوا حاسين بالبلد، وفي النهايه احنا بننتخب. وبعدين انت بتقولي دلوقتي بقى ان ده كله بيحصل في امريكا، وناخد امريكا مثلا على اساس يعني ان اوباما كان من جذور مسلمه وقبل كده كان ليه جذور عربيه وحاجات كتيره كده. طب انا ايه علاقتي؟ انا بعمل دستور لمصر مش دستور لامريكا. على فكره في حاجات كتيره جدا بتحصل في امريكا مش شرط نعمل زيها. يعني امريكا مثلا ممكن الراجل يتجوز راجل والبوي فريند بتاع البنت بيجي البيت وهي عندها 16 سنه لسه طفله بريئه وبيجي عندها البيت. لو انت عايز تعيش في الحياه دي سافر انت. الدستور الجديد قلنا عليه نعم، وهل ده معناه ان احنا هنفعل الدستور؟ لو هنفعل الدستور يبقى بالتبعيه رئيس المحكمه الدستوريه هو يبقى رئيس الجمهوريه. لأن كل المختلفين بيناقش في مواد الدستور من الداخل، المواد الأخرى، المواد التي تمنح صلاحيات للرئيس. المادة 84 اللي بتقول إن بعد خلو المنصب يتولى رئيس المحكمة الدستورية في حالة غياب رئيس مجلس الشعب. فلما أقول له إن أنا بشتغل بالإعلان الدستوري مع هذه المواد علشان أجري انتخابات، يبقى الدستور معطل أنا مش فاهم له خالص. يبقى ما نسميهاش دستور بقى، نسميها شويه قواعد ولا شويه حاجات تفهمنا الانتخابات هتحصل ازاي. بس انا بس عايز انقل لحضرتك اللي قالوه لي السيد اللواء ممدوح شاهين دلوقتي في الجزئيه الخاصه بان احنا بنشتغل بناء على الاعلان الدستوري مش بنشتغل على الدستور المعطل. فهذه المواد الجديده التي يتم تعديلها هي لاجراء انتخابات برلمانيه ورئاسيه. لا، يقول لك لا احنا بس هنفعل المواد دي بس مش هنفعل الدستور كاملا. يبقى ايه معنى الموضوع برضه؟ انا بقى افهمك. المجلس العسكري اصدر بيان رسمي وقال ان المواد المعدله دي يا جماعه هي تعتبر بيان دستوري، لان الدستور سقط بالفعل بعد ثوره 25 يناير، يعني احنا اوريدي عندنا دستور معطل، انما ده بيان دستوري بتمشي بيه البلاد لحد انتخابات الرئاسه القادمه. انا بس عايز انقل لحضرتك اللي قالوه لي السيد اللواء ممدوح شاهين دلوقتي في الجزئيه الخاصه بان احنا بنشتغل بناء على الاعلان الدستوري، بان احنا بنشتغل بناء على الاعلان الدستوري، بان احنا بنشتغل بناء على الاعلان الدستوري مش بنشتغل على الدستور المعطل، مش بنشتغل على الدستور المعطل، مش بنشتغل على الدستور المعطل. فهذه المواد
الجديده التي يتم تعديلها هي لاجراء انتخابات برلمانيه ورئاسيه. انا يمكن اكون سنه اولى حضانه سياسه، وعشان كده لازم اسمع لكلام الناس اللي هم فاهمين في السياسه اكتر مني بكتير. هو يلزم ولا لا يلزم؟ يلزم ولا لا يلزم؟ وهو يقول لك بقى اصل فعل مضارع منصوب بالفتحه والكلام ده كله، ما تقول تلزم وخلاص. يعني انا يمكن اكون سنه اولى حضانه سياسه. ايه فيش؟ اديك انت بنفسك بتقول انا سنه اولى حضانه في السياسه، يعني ما ينفعش بقى نقعد نتريق ونقول اصل الدستور مكتوب يلزم ولا تلزم واصله فعل مضارع منصوب بالضمه والكلام اللي ملوش معنى ده. يا سيدي طالما انت ما انتش عارف ايه الطريقه اللي يتكتب بيها بالدستور، اكيد يعني الاستاذ طارق البشري ما ينفعش نعدل عليه ونقول المفروض يكتب تلزم ولا يلزم. هو اقدر واحد لانه اكيد احسن مني ومنك ويعرف كويس قوي ازاي بيتكتب الدستور. ما هو يا اخوانا ما ينفعش نكتب الدستور بطريقه الليمبي. لو احنا عملنا موازنه ما بين الكتلتين اللي بيقولوا والكتلتين والكتله اللي بتقول لا، هلاقي ان الكتله اللي بتقول لا اتقل بكتير. ليه؟ فيها كل مرشحين الرئاسه المهمين، فيها البرادعي عمرو موسى، هشام بسطويسي، فيها كل المحللين السياسيين المهمين، عمرو الشبكي، عمرو حمزاوي، فيها ناس كتير جدا من اللي نظمت الثوره، وفي نفس الوقت فيها يعني عامل بسيط جدا هو اسمه نادي القضاه، يعني اللي هو كل الناس دي قالت لا. لما باجي ابص على الناحيه الثانيه مين قال بحس ان هم يمكن يكونوا فيهم ناس محترمه، بس هم مش قد خالص الناس دي من وجهه نظري الشخصيه ومن وجهه نظر ثقتي انا في اللي بيقول لك ان انا هحدد رايي على حسب الكفتين. انا قدامي كفه فيها هشام البسطويسي وفيها الدكتور البرادعي وفيها نادي القضاه، ودي كفه تقيله، كفه ما شاء الله توزن كده، دول بيقولوا لا لتعديل الدستور. انما الكفه الثانيه فيها ناس محترمه، اساس انها كفه خفيفه كده مهويه. يعني انا هحدد رايي بناء على انهي كفه اتقل. طب افرض يا سيدي حد من الناس دي ليه مصالح شخصيه، او حد من الناس دي برضه ليه مصالح شخصيه، اللي بيقولوا لا واللي بيقولوا نعم. انا مش ضد ده ولا ضد ده، بس انا هكون رايي بناء على انا شايف ايه في مصلحه البلد، انا وجهه نظري رايحه فين. والا بقى لو انت مقتنع قوي كده يعني من الكفه دي، نسيب الكفه دي هي اللي تستفتي واحنا نقعد في البيت. اهم حاجه ان كل واحد يبقى عارف ان عنده المسؤوليه دي. لو ما رحتش قلت صوتك، دي ممكن تكون انا في وجهه نظري مصيبه. يا رب تصدقوني بس لما اقول لكم ان الجمله دي تحديدا هي السبب في اللي خلتني اعمل الفيديو ده بالكامل عشان خاطر الموضوع ده. يا جماعه ارجوكم حاله البلبله دي، انا مش ضد اللي يتكلم، بس اللي يتكلم ارجوكم يبقى فاهم في كل حاجه هو بيقولها. وانا مش جاي النهارده عشان اثر على حد يقول نعم او يقول لا، انا ماليش علاقه، لكن انا كمان ضد ان هو بيقول مصيبه لو ما نزلناش. لا، المصيبه الاكبر ان احنا لو نزلنا واحنا مش فاهمين. ارجوكم، انا بارجوكم كلكم، لو فاهم انزل قول رايك، لكن لو مش فاهم اقسم لك بالله هتودينا كلنا في ده واحنا مش ناقصين. والنبي صحيح قبل ما انسى في موضوع مهم قوي، يا انا كنت هنساه ازاي ده. والنبي الصفحات الكباره بتاعت الفيسبوك الجميله دي، كلنا خالد سعيد وائتلاف 25 يناير والصفحه بتاعت اسماء محفوظ ست الكل ربنا يديها الصحه يا رب. الصفحات دي فيها ناس كتيره جدا. ليه الناس دي كلها عماله تشير لا للدستور، لا لتعديل الدستور، يا اخوانا هو مش تعديل دستور، ده بيان دستوري. زي ما بيشيروا الحاجات دي يشيروا الحاجات التانية. يعني الاستاذ طارق البشري مثلا طلع شرح كل حاجه عن الدستور، ما بيتشيرش ده ليه؟ معقوله ابص على حاجه زي دي الاقي الفيوز بتاعتها كلها في الشارع، والحاجات التانية اللي بتقول لا للدستور لا للدستور ملايين الملايين بيتفرجوا عليها؟ طب انا راجل بشير على قدي وعندي يا دوبك كام واحد صاحبي كده هم اللي بيتفرجوا على الحاجات بتاعتي، طب الباقي ده مين اللي يشوفه؟ وبعدين في واحد من القوات المسلحه ما شاء الله عليه طلع من كام يوم قال كل الحاجات اللي احنا قلناها دي، وقال لك يا اخوانا الدستور القديم سقط بالفعل بعد ثورة 25 يناير، ده مجرد بيان دستوري. زي ما بيشيروا ده يشيروا ده، علشان يبقى في ديمقراطية والحياة تمشي كده والناس تختار، يا اما تقول لا يا اما تقول نعم، يحطوا ده قدام الناس. مش هي دي الديمقراطية يا اخوانا؟ ولا هيقولوا لي بقى انشئ انت صفحة وشير عليها اللي انت عايزه؟ خلاص لما اصحى بقى ابقى شاير انا. تصبحوا على خير.